يعني نقدمك كنموذج لساحر تائب ولشخص أمضى 17 عاما في السحر. يعني حامد آدم موسى، لماذا تبت وما هو سبب تركك للسحر؟ طيب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة أنا تعلمت السحر ولا أدري أني تعلمت السحر. أنا كنت في أعمار صغيرة وذهبت لأحفظ القرآن وأتعلم العلم الشرعي، العلم الصحيح، وأكون ولي من أولياء الله الصالحين، ولا أريد أن أكون ساحرا. وذهبت في داخل السودان وخارج السودان وقرأت القرآن وختمته عدة مرات. فقيل لي أن هناك القرآن له أسرار وله علم باطن وله ظاهر، والعلم الباطن هذا هو العلم الحقيقي، وعشان تبقى ولي من أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا يحزنون، بعد قراءتك لهذا القرآن المفروض أنك تتعلم العلم الباطني للقرآن وأسرار القرآن والعلم اللدني. فكان على حسب جهلي، يعني اعتبرت هذا الكلام هو كلام سليم جدا، والواحد المفروض يتعلمه ويكون ولي من أولياء الله الصالحين، بل مش ولي فقط، بل يكون قطب من الأقطاب الأربعة المسؤولين من الكون، وأنا أكون مسؤول من جهة من الجهات. وده كان هدفي، ولا أعلم أن الشيء الذي أريد أن أتعلمه هو السحر أبدا. هذا السبب الأساسي. بعد ما أنا تعلمت السحر وعرفت فيما بعد أني لست بولي صالح، بل أنا أتعامل مع عالم الجن والشياطين، وهذا العلم الذي تعلمته علم السحر هذا سبب أساسي للرجوع من هذا الطريق. أخ حامد، كيف عرفت أنك تتعامل معه؟ وكيف عرفت نعم. ليش عدت؟ يعني ليش عدت؟ يعني أنت جلست كم؟ 17 طيب. سنة صحيح؟ عدت لأنه عملت عمل فخلاني أسأل نفسي هل أنا على جادة، على الصح ولا على الخطأ؟ وهو بكل صراحة هو الشخص أتاني وأنا بعتبر نفسي من أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولي كرامات كان كثيرة جدا جدا، فالناس يقدسوني. فجاني رجل وقال لي يا أخي أنا خطبت بنت ومضيت فيها عمري كله خاطبة وخسرت فيها ما خسرت، وأخيرا جاء شخص من الاغتراب والأسرة كلها تحولت مني وظلمتني ورفضتني، وأنا إما الموت وإما هذه البنت. فطلبت منه ما اسم البنت وما اسم أمها فعطاني، فوعدته باختصار شديد، فوعدته أنه كلهم سوف يرجعون إليه. فعملت سحرا وسحرت تلك البنت وأسرتها. والمشهد اللي خلاني أرجع بالضبط، أنا في الصباح الباكر رأيت هذه البنت وأهلها يركضون نحو الرجل الآخر اللي هو رفضوه. البنت عريانة، أمها ولدتها، يعني كأنما ولدتها أمها وهو في عمر 18 سنة وعريانة، وتجري بكل ما فيها من قوة إلى ذاك الشاب الذي أتاني لأعمل له هذا السحر. فأنا كنت أتفرج في المنظر هذا. فالشخص هي وأسرتها مشوا البيت بتاع الراجل هذاك، وكانوا مسألة خطيرة مرة. وبعد ما قبضوا على بنتهم وأخذوها وراجعين فوعدوه أنه هيزوجوها له. فقبل ما يزوجوها له جاني الشخص أبو البنت وهو صديق لي وقال لي يا أخي حاصل كذا وكذا وكذا وكذا، هذه البنت بنتي. ما يعرف انك يا أخي ما يعرف انك حصلت كذا وكذا، هذه بنتك؟ قال لي أيوه نعم. أستاذ حامد، كيف هذه بنتك؟ أستاذ حامد، نعم. الأب ما يعرف انك أنت اللي ساحر البنت. نعم. الأب ما يعرف انك أنت اللي ساحر البنت. أي الأب نفسه، الأب أبو البنت ما كان يعرف وقتها انك أنت اللي ساحر بنته. لا ما يعرف، أنا صديقه هو ما كان يعرف. هو جايك يعني من ناحية الفزعة يعني. نعم. يعني جاي مستفزع فيك يعني عشان توقف معه. ايوه انا صديق الاب هذا، وجاني يحكي لي الامور التي حصلت لبنته. جاي يحكي لي الامور اللي حصلت لبنته، فذكر لي هذا الامر وقلت له هذه بنتك؟ قال لي نعم. قلت له سبحان الله،
فقلت له ارجع البيت فسوف تجد هذه المساله انتهت تماما. وتقربت لعالم الجن والشياطين، وهو كان زعيم اسمه الروحاني اسمه سحسوبي، فطلبت منه ان يرجع هذا الشغله كما كانت، وطلب مني ان اقدم له بعد التقربات، فقدمت له بعد التقربات ورجعت الامور الى يعني انت كنت تتعامل مع الجن. هذه خطوه، اول خطوه خلتني افكر هل انا ماشي صحيح ولا خطا. انت كنت ودعوت الله سبحانه وتعالى ان يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه. طيب. يريني الباطل باطل ويرزقني اجتنابه. انت لو سمحت استاذ حامد، استاذ حامد اسمعني لو سمحت. نعم. انت تعاملت مع الجن والشياطين اثناء السحر؟ نعم تعاملت معهم. انا تعاملت مع 286 جن، 286 جن، منهم الكبار خالص العفاريت، ومنهم المردة، ومنهم الشياطين. هؤلاء كلهم يتعاونون معي. انا اطلب منهم خدمه، يطلبون مني شيء معين انا اعمله ثم ينفذون. طيب بعد ما تركت عالم السحر ما هذوك يعني ما كيف تعاملوا معك انك تركتهم ورحت يعني؟ وعدوني بالقتل، وعدوني بخسارة المال، وعدوني بالأذى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حفظني، وذلك الفضل لله سبحانه وتعالى. أن الشخص الذي وقف معي هو إنسان موحد، وأعطاني أذكار الصباح والمساء أتحفظ بها تماما، يعني أذكرها في الصباح والمساء، فربنا بيحميني. فهم وعدوني، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه حفظني بعد الرجوع.